أهلا بكم، أتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبة سريع لكشافين من شركة جنرال المعروفة. المهم مش هطولش عليكم، يلا نبدأ. أول كشاف معانا هو موديل ليد 12 ار جي بي لايت، وده فئة سعر 1200 ل 1250. وأعتقد مكتوب على العلبة من خلف المواصفات: الحرارة من 2500 كلفن ل 9900 كلفن، قوة الإضاءة 1500 لكس و12 واط، ودقة الألوان 96 سي ار اي، وبطارية عملاقة 7500 ملي أمبير في الساعة. المهم عشان ما اطولش عليكم نفتح العلبة. آسف بتكلم بسرعة عشان بحاول ما أكونش أعطلكم يعني. بس هي كرتونة عايزة تعطلكم. افتحي. إيه ده؟ ده ديفيوزر فلتر يعني هو إيه، فلتر بينعم الإضاءة، بس سيليكون مش بلاستيك. ده ماونت عشان تركبها فوق الكاميرا، سواء كاميرا فيديو أو الكاميرا بتاعتك. دي بتركب فوق الكاميرا، ودي بتركب في الكشاف من تحت. ده حزام، يعني حزام بلا هدف، أنا مش فاهم يعني حزام لكشاف ليه أصلا. لا الوزن يعني صح يعمل بطارية دي. بشتغل ازاي بقى؟ بشتغل زرار واحد. اه لا لا، هو كده شغال. دي تأثيرات، ايه ده؟ دي قوة. دي اللي هي الكلفة كده. كده كده يشتغل. اه يعني كده أبدل ثانية بس عشان دي دي التأثيرات، ونبدل بعد كده من مود صح؟ فاست دي دي التأثيرات، نبدل. دي اللي هي الار جي بي، ار جي بي يعني دي. كده أبدل الألوان. لطيف. نشوف التالت. التالت إيه دي التالت اللي هي العادية اللي هي باي كولر، اللي هو الدافي والساخن. كده 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 3900 ننزل، نقترب من الساخن كده، ورمة خالص. أو تكة تاني عشان الإضاءة. تكتات حرارة، يبقى إحنا هنا بنختار يعني كده اتفصل. كده اشتغل الوضع اللي هو الباي كولر، كده وضع ار جي بي. هنا دي قوة الإضاءة. ضغطنا هنا هنحول هنا اللي هو اللون نفسه. النقطة التالتة اللي هو إيه سيتوريشن، اللي هو تشبع الألوان. نبصص لتحت بصراحة بيبقى ماشي. إحنا كده نقفل أحسن. دي
ده المفروض هينعم الإضاءة شوية. يعني قوة الإضاءة 100%. ده أول كشاف مع ده أول كشاف مع اللي هو الفلتر اللي هو ديفيوزر، يعني بينعم الإضاءة. ومعاه حزام مش عارف يتركب ازاي بصراحة. المفروض هي دي بتتفك يعني. ما شكله حزام منظر أصلا، هذا بيتفك أو بيتكبس. عامة أنا مش محتاج الحزام ومش هركبه. ودي هنا هو بيركب عم الحامل من الجزء ده، جزء المعدن ده يركب كده، هيبقى بالعرض وتشغله هو زي ما احنا كده فصلنا. هنا واحدة هتبدل الأوضاع التلاتة، وواحدة هنا هي اللي بتتحكم فيها، وهنا ده المودات. يعني أنا أهو كده شغل. هنا ده أنا كده هو القوة، كده اللي هي الحرارة. هنا قوة الحرارة ده في اللي هو البايكر. هنا في ال RGB هنا طبعا بتختار ده غالبا الساتوريشن 100%. طبعا هيوصل لأكبر تشبع ألوان. بس نضغط واحدة تاني كده 100% قوة الإضاءة. والتالتة اللي هو تختار اللون نفسه. وهكذا. وده الكيبل تايب سي لتايب سي. وبطاريته طبعا حاطين لازم عشان أشحن كده يعني. احنا ما نركبش الغطا أصلا، خليه من غير غطا. أو مش عارف بصراحة يعني معايا. نفتح اللي وراه. ثانية نشوف المكتوب. ده ليد 20 RGB لايت. أنا جيت هنا من 2500 ل 9900 برضو. بس هنا ألف لوكس اللي هو قوة الإضاءة. وهنا الباور 20، دقة ألوان هي. البطارية أقل 4500، هنا 7500. وهنا 12 واط، ده 20 واط. هنا اللوكس اللي هو قوة الإضاءة في ده 1500، هنا 1000. ده فئة سعر 900. محتويات العلبة كتيب إرشادات. صدق هنا مفيش كتيب إرشادات، ده كل الزحمة دي مفيش أي كتيب إرشادات. هنا في، هنا معاه كيبل، ومعاه برضو نفس الماونت اللي هو بيركب فوق الكاميرا، ومعاه كتيب إرشادات. ده الكشاف برضو هنا برضو هنا المسمار هيركب كده فوق الكشاف تلفه. وهتجد هنا التايب سي للشحن. وهنا في بكرتين. وهنا زرار التشغيل. كده هو اشتغل. واو 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 يعني. المفروض إن ده أرخص، يعني ده ب900 وده ب1200. هنا 360. ليه كده نجرب يعني احنا نفصل ده. بس كده كده ده ال 12 واط فصلناه. نشغل ده ال 12 واط. مش عارف يعني المفروض إن هو أرخص. ده ب900 أو أقل من 900. ده ب1250. برضو ده نفس الإعدادات اللي هي كده. ونبدل
اللي وراه ده اللي هو المودات، ده اللي هو دي البرايتنس قوة. هنا ده ده الحرارة. والله لطيف جدا، يعني أنا حاسه كمان أصغر وعملي، يعني شايفين انتوا حجمه وإيداته قوية ما شاء الله، يعني قوية جدا. 20 واط، يعني ده 900 وده ب1250. انتوا ايه رأيكم؟ أنا أني أقوى؟ ما علينا، يعني برضو انت حسب استخدامك. ده 7500 بطاريته فهيعيش اكتر، ياخد وقت اكتر في الاستخدام، عشان كده فرق السعر. ده 7500 انما ده 4500. انما طبعا في فرق سعر، يعني دي مثلا ده ب900 جنيه، ده ب1250، فاللي هو يعتبر مثلا تمن البطارية. وهنا طبعا ده حجمه أكبر شوية، يعني مش أكبر للدرجة بصراحة، هو أكبر غالبا عشان البطارية. ممكن يكون ده عملي أكتر بسبب البكرات دي، يعني بس عشان تشوف السعر المناسب ليك واشتري. بالنسبة لي أنا عجبني ده، يعني ده لو في خيار إرجاع أو حاجة بصراحة أوفر فرق السعر. أشوف الموقع بيدعم الإرجاع ولا لأ، ممكن أرجعه أو ممكن أخليه، مش عارف بصراحة. انتوا إيه رأيكم؟ قوليلي في التعليقات. بكده الفيديو انتهى. أنا احتمال أقسمه على نصين عشان ميكونش طويل، أو ممكن أنزله مرة واحدة و... وبعد كده أنزل واحد تاني فيديوهين، يعني أنزل 3 فيديوهات، فيديو كامل وفيديو لكل كشاف، يعني 3 فيديوهات بحيث اللي عايز يشوف الفيديو كامل أو الجزء الخاص بكشاف معين. يلا أشوفكوا فيديو قادم. سلام.